السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فيديو جديد، أهلا بكم في قناتي قناة بيتك أجمل مع مروة. الفيديو بتاع النهاردة يا بنات روتين كده، نعمل مع بعض كده روتين حلو. بدأت معاكم كده بأول حاجة هعملها معاكم الغداء. يعني أنا بدأت الفيديو بتاعي من الغداء. أول حاجة كده عملتها، هنعمل مع بعض الغداء بتاعنا صينية بطاطس بالفراخ، وهنعمل كمان رز حبة وحبة. غدا كده سريع كده وكمان بسيط. احنا من الناس اللي بتحب البطاطس مع الفراخ. بس كده اول حاجه كده عملتها، جبت البطاطس بتاعتي قشرتها وكده وقطعتها دواير كده، تكون السمك بتاعها مش رفيع ومش تخين، يكون وسط كده عشان تستوي معايا بسرعه. بعد ما قشرت البطاطس وقطعتها كده، غسلتها طبعا، اديتها شطفه كويسه وسبتها كده في ميه لحد ما اقطع طبعا البصله. جبت بصلايه كده حلوه كبيره، قشرتها وغسلتها وبعدين قطعتها قطع صغيره كده، قطعتها كده. استسهلت بصراحه ان انا اعملها على ايدي، قلت انا لسه هطلع الكبه ومش عارفه ايه، وفيلم طويل، فرحت مخرطاها بسرعه بسرعه كده على ايدي. جبت صفيت البطاطس من الميه، وبعدين جبت كده البصلايه اللي انا قطعتها، وجبت كده التوابل بتاعت اللي هي، جبت ملح وفلفل وكزبره، وجبت كمان شويه من بهارات البطاطس او السبع بهارات، اي حاجه موجوده عندك يعني منهم. ما عندكيش يبقى عادي، حط سقف كده بالملح والفلفل والكزبره. بصراحه الكزبره في اي اكله بيكون طعمها حلو. قلبت كده البطاطس مع البصل مع التوابل اللي انا ضفتها ديت، وبعدين جبت كده الفراخ بتاعت الفراخ، انا غسلاها ومظبطاها ومخليها زي الفل زي ما شايفين كده بالظبط. وجبت هنا كده بعد ما قرصت الفراخ بتاعتي في البطاطس، غرستها كده في البطاطس، رحت جبت كده كيس الصلصه. طبعا هو كان فك بس ما كانش فك يعني ايه، آه للاخر يعني. فقلت مفيش مشكله، هو كده على النار بيفك بسرعه. حطيته كده وظبطت كده الزيت، وظبطت صينيه البطاطس بتاعتي، ورحت مغطيه عليها كده عشان خاطر تستوي معايا على طول كده وما تاخرش. جبت هنا كده حله، حطيت فيها شويه من الزيت، وكمان كنت غاسله كميه الرز، كنت غاسله كوبايتين من الرز يعني على الكميه اللي انا هعملها. آه، احنا ما بنحبش الاكل يبيت، فعشان كده بعمل الاكل اللي انا بعمله كميات صغيره، اللي هي بتكفي طاقه او وجبه يعني، اللي هي غدا بس كده. فبدأت كده، خدت شوية من الرز اللي معايا اللي انا غسلاه، خدت كده حوالي نص كوباية، بديهم كده تحميرة كده سريعة، بياخدوا لون كده دهبي كده حلو، وبعدين بنزل كده بباقي كمية الرز. بصوا، شوية ممكن اعمل رز حبة وحبة، شوية ممكن اعمل رز ابيض خالص. رز بشعرية يمكن مش بعمله كتير يعني بصراحة. انا بحبه، جوزي بيحبه، بس عندي ادم ما بيحبش الرز بالشعرية. فعشان كده زي ما احنا ما عارفين بنحب نعمل الحاجة اللي الأولاد هياكلوها، عشان خاطر منجيش على الأكل نقعد لا ده أنا بحب كذا، ده أنا بكره كذا، أنا ما باكلش ده، أنا ما بشربش ده. احنا عارفين التفاصيل دي كلها. فاحنا بنعمل الحاجة اللي ايه اللي الكل هياكل منها وخلاص. يعني عادي، مفيش أي مشكلة. احنا بالنسبة لي أي نوع رز هاكله، مفيش بالنسبة لي عادي. بس كده خليت الرز بتاعي أخد لون كده دهبي حلو، وبعدين نزلت بباقي كمية الرز. بقلب كده الرز كله كده مع بعضيه لحد ما يتشوح معايا، والاقي الرز كده بيخرفش معايا كده في الحله، يعني بينشف كده ويكون حلو. بضيف له الملح، وبعدين بديله كده تقلبتين مع الملح، وبعدين بضيف الشوربه. بظبط كده اول ما بضيف الشوربه، بظبط كده بدوق كده الشوربه بتاعتي، لقيت الرز محتاج ملح تاني بضيف له. لقيته خلاص كده اتظبط، يبقى كده خلاص ايه، الرز كده معايا تمام. بسيبه كده على النار عالية يا بنات لحد ما يبدأ ان هو يتشرب، وبعدين بهدي على النار لحد كده ما يستوي معايا. لقيته برضو الشوربة بتاعته خلصت نشفت كده معايا، ولسه لا لسه ناية عايز شوربة، بضيف له كده مغرفة كده ايه صغيرة كده لحد ما الرز بتاعي ما يستوي. وكمان صينية البطاطس كنت سايباها طبعا على النار جنبي كده وانا بحمر الرز، ومغطيه عليها كده لحد ما استوت. وبعد ما استوت ورحت اخدتها وحطيتها تحت الشوايه كده على طول، ما ولعتش الفرن، ولعت الشوايه عشان الفراخ بتاعتي تاخد لون مش اكتر. انا بحب البطاطس بيكون فيها صلصه، ما بتكونش صينيه البطاطس معاكي ناشفه كده لا تنشف خالص، لا احنا ما بنحبهاش كده، احنا بنحب صينيه البطاطس
وانت بتاكلي كده البطاطس يطلع معاها كده ايه صلصة، بتكون طعمها مع الرز المتحمر كده او مع المكرونة بيكون طعمها حلو. بس كده يا بنات، عملت كده زي ما انتوا شايفين، عملت طبق سلطة وقطعت كمان بصلاية، بيحب ياكلوا البصل يعني في الغدا وكده. وخلاص ودوت، ووريتكم كده كمان الرز بتاعي، وهو ده كده الغدا بتاعنا. بعد ما اتغدينا وشربنا الشاي وقعدت شوية، لا نمت يجي نص ساعة، وبعد كده قمت كده على بعد العصر، ورحت عملت ايه، قلت ايه هعمل حاجة كده سريعة كده، إيه هعمل كده شوريك. بصوا انا بحب اعمل معجنات كتيرة، بس بصراحة بقالي فترة يمكن من قبل رمضان ما عملتش حاجة خالص. حتى رمضان جه ومشي وجي العيد ما عملتش ولا بسكوت ولا عملت اي حاجة خالص والله العظيم. بصوا كنت كسلانة بطريقة مش عادية. بعد كده فالمهم ان انا طلعت في دماغي كده، قلت خلاص بقى انا قاعده دلوقتي ما عنديش حاجه اعملها، لا هدخل المطبخ اجيب كيلو كده من الدقيق كده واعمله وعجينه كده سريع. بصوا انا ما صورتش معاكم العجينه، بس ممكن اقولها لكم دلوقتي كده سريعا. كيلو الدقيق بحط عليه رشه ملح، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من السكر، معلقه من البيكنج باودر. بنخلط كل ده مع الدقيق، وبعدين بنضيف بيضة وكيسين من الفانيليا. وبعد كده بنضيف اللهم صل على حضرة النبي، كوباية اللي هي كوباية العصير اللي موجودة عندنا في كل بيت، بنضيف نصها بس سمنة على زيت. يعني نص كوباية العصير اللي عندنا في كل بيت سمنة على زيت. كل ده بنخلطه كده مع الدقيق، وبعدين بنبدأ نعجن بمية عادية خالص من الحنفية. احنا دلوقتي في الصيف فمش محتاجين ميه دافيه، يعني الميه من الحنفيه وبنعجن بيها. لكن لو في الشتاء بنحتاج ميه دافيه عشان خاطر العجينه تشتغل، الخميره تشتغل معانا بسرعه. بس كده والله ما كملوش يعني ما اخدوش يمكن نص ساعه طبعا عشان الجو حر، فالخميره اشتغلت على طول والعجينه بتاعتي ما شاء الله اختمرت. بعد ما اختمرت العجينه ورحت كده قطعت كده العجينه بتاعتي كور. الكرة بتكون حجم مثلا حجم الليمونة كده. بعد كده ببدأ كده اشتغل برضو على طول بعد ما بكور العجينة كلها، لان بعد ما بخلص آه، تقطيع العجينة بتكون العجينة نفسها ارتاحت، يعني ببقى عارفة نفسي، باخد من اول صف انا كورته. ببدأ اخد كده واحدة واحدة لحد ما اشكل بالشكل الاشكال اللي انتوا شايفينها، عاملة شكل كده الشريك، عاملة شكل الكحكة كده المدورة، عاملة شكل كده وردة. هي العجينة بصراحة بتكون الملمس بتاعها طري، بس ما بتلزقش في الايد، وبتكون جميلة كده وحلوة، بتشكلي فيها بتعملي الاشكال اللي انت عايزاها. وطبعا انا زي ما قلت لكم كده حاطه بيضه في العجينه، بيضه واحده بس. هو الشرك بيتحط له، بشوف ناس بتحط ممكن 3 بيضات في الكيلو، بس انا هو واحده بس. انا بحب اقتصد شويه، يعني بحب اعمل الحاجه وفي نفس الوقت تكون مش مكلفة يعني، بس عادي. في ناس ممكن تعجنه بلبن، انا بعجنه بمية وزي الفل، زي ما انتوا شايفين كده قدامكم كده شكل المعجنات بتاعتي شكلها عامل ازاي، واخده لون كده زي العسل. بعد ما بشكلها باخد كده اول صاج عملته، طبعا بشكل العجينة كلها، وببدأ اسوي في اول صاج انا شكلته. جبت كده شوية لبن، وحطيت مع اللبن كيس فانيليا عشان يدي كده ريحة حلوة. وبدأت كده بالفرشة الحلوة بتاعتنا كده، وبدأت كده اخد كده من اللبن وادي كده مسحة بسيطة كده على الوش، عشان خاطر لما اضيف سكر كده على الوش السكر يمسك معايا على الشوريك او الكحك اللي انا عاملاه. لو حطيت كده سكر على طول مش هيمسك معايا. ممكن كمان لو مش عايزه تحطي لبن، ممكن تجيبي بيضه مع كيس فانيليا تضربيهم كويس مع بعضهم وتبداي تدهني برضو الوش. بس زي ما انا بقولكم كده، انا بحب اقتصد اقتصد في الحاجات اللي هي اللي انا بعملها. ما احبش الحاجات المكلفه خالص كده، يعني ما بحبهاش. بشوف البدايل ايه اللي تنفع معايا وبعملها. يعني عندي لبن بشتغل بلبن عادي، لو ما فيش لبن وخلاص بقى لازم مجبرة ان انا اعمل ببيض، بعمل ببيض عادي. بس كده خلاص كده وسويته، وده شكله الكيلو عمل معايا يعني حبة حلوين.
بعد ما خلاص خلصت وكده، بصراحة كان الوقت يمكن حوالي كده على الساعة 9. كنت خلاص سويت الشريك اللي معايا وتمام التمام كده. في الوقت دوت انا كنت مشغله الغسالة بتاعتي على دورة غسيل، فقلت خلاص بقى بالمرة وانا واقفة خلاص. طبعا بعد ما سويت عقبال ما السجان بتاعتي ما استوت في الفرن، كنت غسلت المواعين كلها اللي هو ايه اللي انا عملت فيها الطبق اللي انا عجنت فيه، الكوبايه اللي كان فيها الزيت والسمنه، الحاجات اللي هي ايه اللي انا اشتغلت بيها، رحت غسلتها وانا واقفه عشان بسرعه بسرعه كده، عشان ايه ما اطلع من المطبخ يكون المطبخ بتاعي نضيف مفيهوش اي حاجه تانية. خلصت المواعين وخلصت تسويه الشريك اللي معايا، رحت فتحت الغساله بتاعتي، كان خلصت خلاص غسيل. سحبت كده الهدوم بتاعتي في الطبق ورحت طلعت كده على البلكونه، قلت انشرهم عشان الصبح ان شاء الله كده اول ما افتح عيني كده اطلع الم الغسيل بتاعي. والجو حر، ما الهدوم ما بتقعدش كتير على البلكونه. والله اوقات كتيره كمان بطلع الهدوم من الغساله كده على الكنب بتاع الانتريه، انشرهم كده على الكنب وخلاص، ما بياخدوش ساعة الزمن، وبرضو بيكونوا نشفوا وخلاص، لان الهدوم خفيفة فما بتاخدش ايه ما بتوجعش زي هدوم الشتا. وكمان الجو حر حر حر. بس كده ده الروتين بتاع النهارده يا بنات. اتمنى منكم لو اول مره تشوفي القناه يا ريت تنزلي تحت على كلمه اشتراك، تضغطي عليها، تضغطي على كلمه الكل، وحطي لي كده كومنت حلو منك كده، شجعوني كده وعرفوني كده ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده او الروتين بتاع النهارده. لو عجبكم ننزل كل يوم روتين مع بعضينا وكده، ونشجع كلنا مع بعضينا ونعمل كمان حاجات مختلفه.